السلام عليكم. ماتش الزمالك وسيراميكا التعادل 1-1 في مباراة عالمية، مباراة ما تحسش انها من الدوري المصري تماما. والسبب في كده ايمن الرمادي وفريق سيراميكا، لانه مش لعب بشكل الهجوم اللي متعود عليه. انه بيهاجم باكبر عدد من اللعيبة بشكل سريع جدا، بيلعب على الاطراف في العمق، وعنده كوكبة من اللعيبة اللي هي لا تقل عن لعيبة الاهلي والزمالك وبس. لا، ده لعب كمان بالارتداد الدفاعي. لأول مرة أشوف سيراميكا بيلعب بشكل هجومي دفاعي بصورة يعني مختلفة تماما. أنت بتتكلم عن هزيمة 5-0 للبنك الأهلي بنفس التشكيل. شكله مجهز للمباراة دي، وشكل نادي سيراميكا يعني في توعد لنادي الزمالك للمباراة بصراحة. ظاهر كان من أيمن الرمادي اللي بيتلو آيات القرآن طوال المباراة. وده بيدل على المباراة، يبدو إنها كانت مهمة جدا لفريق سيراميكا ولأيمن الرمادي. هيكمل أيمن الرمادي بهذا الشكل. لو كمل أكيد هيبقى من أول 3 فرق في الدوري المصري، وهيبقى ليه دور في كمان البطولات الأفريقية. من وجهة نظري لاعب أعتقد شفت المباراة من أول مباراة لآخر مباراة متكافئة مع نادي الزمالك، سوى يعني آخر الدقائق اللي هو استسلم شوية وكان في انهيار بدني. أكيد عمل مجهود رهيب. تكلم فريق بيلعب كتلة واحدة بشكل متميز. نادي الزمالك ما جابش غير هدف، والهدف ده ذاتي، يعني ايه، كرة لعبها بكل قوة ميشالاك وخبط في محمد عادل اللي صنع الهدف الأول لإسلام عيسى. في هدفين اوفسايد لنادي سيراميكا اللي بيلعب بشكل هجومي. في حاجات مهمة عايز أتكلم في. أول حاجة، أنصح الأهلي والزمالك محدش ياخد فيهم زلاكة. زلاكا سريع جدا، قوي جدا، مهاري جدا، لكن بيضيع ده كله. شكله كده مهما يكون في فرص، 3 فرص النهارده، 3 انفرادات ولا كورة. قبل كده لعب مع قصاد النادي الأهلي في أول مباراة في الدوري، وضيع أكتر من 3 أو 4 فرص برضو انفراد بهذا الشكل. إذا مجهوده كله رايح، ملهوش أي لازمة. لاعب من اللعيبة اللي بتخاف من المرمى، ودي مشكلة كبيرة جدا. بالنسبة للتحكيم أمين عمر والصباحي، أنا من وجهة نظري أنا في كرة بس اللي فيها مشكلة. كل الكرة العادية ممكن نلاقيها يعني. في بالنسبة للتحكيم، التحكيم الأوروبي بيبقى كده في قوة، والاندفاعات دي بتبقى عادي جدا. الكرة الوحيدة دي فيها مشكلة بصراحة، هي لمسة الإيد. لاعب سيراميكا اختل توازنه، نزل الكرة خبطت في إيده، لكن هو وهي وياي الكرة على ايده، لا حاطط ايده فيها جزء من التعمد. لو كانت هتروح لعب الزمالك اعتقد هتبقى هدف. فحطط ايده يعني بصراحة متعمد، دايس على ايده. لو راح شافها كان هيحسبها، لكن كان يجب على انه امين عمر هو سأله، قال له لمسة ايده وهو وقع في الرفعة، قال له خلاص مش رايح. لا، روح وشوف. مش كل كورة على الايد يبقى هي خلاص، يبقى هو غصبت عنه. ما ممكن يبقى هو حاطط ايده او فيها تعمد. طيب فيما عدا ذلك، كل القرارات انا يعني ما فيهاش مشكله. المباراه كويسه جدا جدا، امتياز لايمن الرمادي بصراحه. لو هيعمل كده، لا سيراميكا هيبقى في مكانه تانية خالص خالص خالص. احنا بنتكلم عن زيادة عن اللعب بشكل هجومي قوي جدا. انت بتتكلم عن فريق انا ما شفتش سيراميكا من اول ما لعب في الممتاز بيلعب بهذا الشكل الدفاعي. دفاعي هجومي. يعني ده يعني بصراحة نظام فرق كبيرة جدا. مباراة عالية جدا، مباراة تقيلة جدا جدا. يعني صعب انك تلاقي مباراة بهذا المستوى، هذه القوة، من اول دقيقة لاخر دقيقة في الدوري المصري، حتى ما بين الاهلي والزمالك بصراحة يعني. ونادي الزمالك الكرف عالي في اخر المباراة، يعني كان بيحصل تدرج. جروس ادار المباراة بشكل كويس، تغييراته متميزة بصراحة بغض النظر عن النتيجة. آه، استمتعنا بمباراة قوية، مباراة ما تقدرش يعني تبعد ثانية هتلاقي فيها هجمات يعني ملهاش عدد. نجوم المباراة لا يعني نجوم المباراة أغلب اللعيبة نجوم مباراة. من نادي الزمالك عبد الله السعيد، انت بتتكلم عن دونجا، عبد الله السعيد، حسام عبد المجيد، اعتقد هم الافضل من وجهة نظري.
في لعيبة يعني في علامة استفهام، ما كانتش يعني على المستوى المطلوب، لكن المباراة كانت بصراحة صعبة. آه، جروس لعب بالتشكيل آخر مباراة، وده شيء طبيعي في المدرب إنه بيجي يبتدي مما انتهى عليه يعني الفريق قبل كده. ولكن كان أصلا تشكيل الزمالك بصراحة من بدايته في مشكلة. يعني مفيش صانع ألعاب، زيزو ومشالاك وشلبي. أعتقد لا، هم بيلعبوا اتنين بس. شلبي كان سيء يعني بصراحة، مش يعني من أقل مبارياته. ومش هلاك يعني ليه كورته هي المميز بيها، هي الكرة اللي جاء منها هدف التعادل، الهدف الأول في الدقيقة 13، إسلام عيسى من صناعة محمد عادل. الكور البينية دي اتلعبت كتير جدا جدا، وكانت في منتهى الخطورة على نادي الزمالك. يعني بصراحة أيمن الرمادي عمل شغل عالي، يعني عالي جدا. أعتقد فريق سيراميكا مجهز المباراة دي بالنسبة لفريق سيراميكا مباراة مهمة جدا جدا. أنا شايف أيمن الرمادي وهو بيقرأ قرآن طوال المباراة، كأن أنت هتلعب مثلا في يعني في نهائي بطولة قارية. لا كمان اللعيبة، يعني اللعيبة بتلعب يعني ماشي. نقدر نقول في انتماءات بالنسبة للعيبة منتمين أغلبهم للنادي الأهلي. فعشان كده المباراة كانت قوية، ونقدر يعني نقول المباراة كانت متميزة من الطرفين بشكل رائع. شفنا هجمات نادي الزمالك اشتغل في الشوط الثاني بشكل رائع، يعني كان في هجمات كتيرة جدا، وكان في كرات في العارضة وسرعة، هجمة هنا وهجمة هنا. مباراة عالية جدا بصراحة، استمتعنا بها بغض النظر عن النتيجة. أعتقد النتيجة برضو عادلة يعني. فريق سيراميكا ما ينفعش يطلع من غير نقاط بعد ما أدى مباراة تكتيكية. فريق سيراميكا لو هيلعب بهذا الشكل لا، هيبقى مرعب ومخيف. لكن أنا ما أعتقدش كده يعني. لأنه ده مش هتقدر تكمل بهذا الشكل غير في الدوريات العالمية، إنك تلعب بهذا الضغط الشديد، إلا إذا كان عندك لعيبة متميزة كتير تقدر تعمل يعني تغيير. نادي الزمالك فقد نقطتين مهمين في الدوري، لكن المباراة قوية، وأعتقد جلوس ما كانش سيء. لا المباراة يعني نقدر نقول حتى الاختبار ما بينفعش في أول مباراة. بالتوفيق إن شاء الله في المباراة القادمة.